فبالتالي كوتش أندرو هيبتدي ينفذ الحاجة اللي هتحصل قدام حضراتكم حالا على الشاشة. حلو. طيب تعالوا كده نبتدي. أولا هدخل أعمل لوجن على الأكونت الخاص بيا ككوتش بالإيميل والباسورد، وحضراتكم كده كده كل واحد مع الإيميل والباسورد بتاعه، وابتدي أعمل لوجن. أول خطوة منطقية المفروض كوتش أندرو يعملها إن هو يسجل بيانات العميل اللي هو اسمه أحمد اللي دفع خلاص واشترك معاه فعلا. فهيعمل إيه؟ هيدخل على كلاينتس، دي حاجة، وبعد ما بيدخل على كلاينتس هيلاقي لستة العملاء كده كده المشتركة معاه بقى كلها، لستة العملاء بتاعت كابتن أندرو. حلو. فكلها بتبقى ظاهرة قدامه هنا زي ما هنشوف دلوقتي، كلها بتبقى ظاهرة. عايز أسجل واحد جديد، هاجي من هنا أعمل اد نيو، أسجل بقى بيانات أحمد اللي اشترك معايا. فهسجل اسمه أحمد، أيا كان بقى الاسم إيه، ورقم التليفون هنفترض أي رقم، ولو عايز اسجل الجندر بتاعه ميل فيميل، الديانة لو عايز اسجلها، الايميل، دي حاجات كلها مش مهمة ان هي تتسجل. بس الاساسي اي حاجة جنبها نقطة حمراء ممكن احطه في جروب معين، يعني مثلا ده جروب واحد، ده عملاء قديمة، ده جروب ولاد، ده جروب بنات. كل اللي انتوا شايفينه بيتغير، بيبقى خاص بالكوتش ونظامه وتفكيره. بمنتهى البساطة فيت اكسبرت هي عبارة عن منتهى البساطة حتة قماشة بتشكلها وبتعدلها طبقا لاحتياجاتك وتفكيرك انت في التنظيم بتاع شغلك. فانا هحط احمد في جروب واحد، وان هو بيتمرن معايا ايه، اونلاين ولا اوفلاين بقى كجيم او بي تي، انا وهو واقفين قدام بعض او قاعدين مع بعض، ولا الاتنين مع بعض. فانا هقول اونلاين. وريفيرد باي جالي عن طريق ايه؟ جالي عن طريق ويب سايت، انستجرام، فيسبوك، بحدد يعني لو انا عايز. فعندي اربع حاجات اساسيه في الصفحه دي لازم املاهم: الاسم، رقم التليفون، الجروب، الكلاينت، نوعيه العميل. تمام، دي الاربع حاجات الاساسيه. بعد ما بخلص دي بدوس سيف. مجرد ما انا دوست سيف فدلوقتي اداني علامه الصح فوق، قال لي العميل ده اتضاف. طيب ده معناه ايه؟ ان انا دلوقتي يقدر من خلال خطوة بسيطة هنعملها كمان شوية، أبعت له يوزر نيم وباسورد يقدر يدخل على الأبليكيشن بتاعه ويبتدي شغله على طول. تمام، دي رقم واحد.